لو انا طول الوقت في قلب المشكلة، عيني على المشكلة، مش قادر اطلع بحلول، حاسس بيأس ومشاعري دايما سلبية وعندي قلق وعندي خوف، والسلوك اللي بيصدر مني دايما انفعالات وعصبية، ونظرتي للحياة نظرة تشاؤمية، انا دايما تفكيري سلبي. يعني ارجع لعقلك، شوف انت مغذيه افكار ايه، لان دايما المشاعر دي نعمة. انا دلوقتي بفكر عندي مشاعر سلبية، يبقى في اللحظة دي عندي أفكار جوه عقلي مغذيها جوه عقلي بأفكار سلبية. طب لو أنا دلوقتي نظرتي للمشكلة ببص على الجزء الإيجابي، هينتج عني ان انا اكون عندي نظره تفاؤليه. فهتلاقي دايما الشخص اللي بيفكر بتفكير ايجابي عنده حسن الظن بالله. حصلت مشكله، اوكي المشكله حصلت، هبدا اشوف حلول اطلع بيها من المشكله. بالظبط احنا رايحين مشوار ومشوار مهم جدا، وحصل عطل في العربيه. في فرق ما بين شخص هيبص ان خلاص المشكله حصلت وهفضل قاعد حاطط ايدي على خدي واقعد الوم على الظروف اللي حواليا اللي عملت العطل ده، او شخص تاني يبدا يطلع حلول من قلب المشكله بتاعته. المشكله حصلت، طب هوصل لمشواري ازاي؟ ده الفرق ما بين حد بيبص بنظره تفاؤليه للحياه وعنده دايما تفكير ايجابي، وشخص دايما جوه المعاناه ومش قادر يخرج بره المعاناه بسبب تفكيره السلبي. دايما خلي عندك سيطرة على أفكارك وعلى عقلك، أنت سيد أفكارك.